اذكى طريقه في علم النفس تقدر تاخد حقك بيها من الشخص اللي بينتقدك او بيتكلم معاك بطريقه وحشه وما تليقش بيك. رقم 1، اول ما يوقف كلامه المستفز والمنتقد عنك تساله بمنتهى البرود وهدوء الاعصاب وتقول له سكت ليه؟ يا ترى عندك حاجه تانية عايز تقولها؟ وهنا هيكون رده يا اما هيستمر في هجومه عليك بالكلام، وهنا اللي هيخلينا نروح لطريقه رقم 2 اللي عايزك فيها تسكت خالص وتبص له باستغراب، وبعدين ترد عليه برضه بنفس هدوء الاعصاب والبرود اللي انت فيه وتقول له كمل وايه كمان. وهنا يجي دور علم النفس في هدوء اعصابك. طول ما انت كنت هادي هيصاب بالدهشه والاستغراب من رد فعلك، فهيكون مضطر في طريقه رقم 3 انه يسكت لان المفروض يخجل من نفسه. وبعدين يجي دورك انت بقى في طريقه رقم 4 وتساله، قول له ليه طول الوقت بتنتقدني حتى في غيابي يا اخي ما رحمتنيش وبتقول عني اسوأ الكلام. وهنا هيكون رد فعله حاجتين 2. اول حاجه يا اما هنا هو هيدور على عذر وهيكون عذر كاذب وغير مقنع، وده على فكره هيبان جدا من لبخته في الكلام والرياكشنات اللي هتبان على وشه. تاني حاجه ان هو هيكون مضطر انه يتاسف لك، ولو استمر في تعاليه وهجومه عليك قول له على فكره انا مش متضايق من كل اللي انت قلته، انا بس مشفق عليك لانك شايفني اعلى واكبر منك وللاسف انت مش عارف تطولني، وده اللي بيخليك طول الوقت تبوظ صورتي تجاه نفسي وتجاه الاخرين. علشان الطريقه دي بتعتبر